شو مصير أموال السوريين بالمصارف اللبنانية؟ مع بدايات الحرب بسوريا آلاف السوريين المقتدرين وضعوا أموالهم بالمصارف اللبنانية. كانوا معتبرين أنه لبنان أأمن مكان لمصاريهم. هالسوريين هن ثلاث شرائح. الأولى هن رجال أعمال وتجار وصناعيين منتجين. الشريحة الثانية كبار المسؤولين اللي عندهم مدخرات ناجمة من الفساد والمحسوبيات. الشريحة الثالثة هن بنوك سورية خاصة أصولها التأسيسية لبنانية. استقبلت البنوك اللبنانية إيداعات بفوائد بلغت 10%، وهذا الشيء كان مغري للسوريين. بشار الأسد بزماناته قال إنه حجم الأموال السورية في لبنان بلغ 40 مليار دولار. جمعية المصارف اللبنانية قالت إنه حجم الأموال السورية 50 مليار دولار. السؤال هو إذا تم الإفراج عن هالودائع شو رح يتغير داخل سوريا؟ أكيد رح تنضخ مبالغ مهمة من هالمبلغ الكبير، وتنفتح مصالح وأعمال وفرص عمل، ويحصل انتعاش ملموس بالاقتصاد السوري. لكن السؤال الأهم، هل رح يتم الإفراج عن الأموال السورية بالمصارف اللبنانية؟